اشرف حكيمي من بعد ما كان العالم كامل كيشيد بالمستوى ديالو الكبير هذا الموسم، وكانت الصحافه الكرويه العالميه كامله كتكلم عليه وكتكلم على الامكانيه ديالو باش يكون من المرشحين الاوائل للفوز بالكره الذهبيه، وهذا الشيء بالفضل الاداء الكبير والارقام القياسيه اللي كان كيحطم اشرف حكيمي ماتش على ماتش. ولكن فجاه كل شيء تبدل، هذا الدعم كامل اللي كان عند اشرف حكيمي تحول للعكس. الصحافه العالميه ولات كتقصيه من اي خبر عنده علاقه بالكره الذهبيه باش المتتبعين يخرج من اللاوعي ديالهم ان اشرف حكيمي كان غادي يترشح للكره الذهبيه وكان غادي يكون من الاوائل. وكثر من هذا الشيء كامل افعال خرجت من رئيس ديال نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي اللي كيحارب بها اشرف حكيمي بطريقه غير مباشره، وهذا الشيء خلى اشرف يدير واحد رده الفعل اللي خلات باريس سان جيرمان ما يربحش كاس العالم للانديه. الا كان عزيز عليك المحتوى ديال كره القدم ما تنساش دابا تهبط دير لايك وتخلي معك شي تعليق، ولكن انت مازال ما مابونيش في لاشين ما تنساش ابونا باش دائما يوصلوك اخبار اللاعبين المغاربه والمنتخب الوطني المغربي. في هذا الموسم بزاف ديال الناس كانوا كيتوقعوا ان اشرف حكيمي غادي يكون من اقوى المرشحين للفوز بالكره الذهبيه، وحتى بعض محللي كره القدم قالوا انه يستاهل يكون من بين ثلاث الاوائل على الاقل، بل كاين كاع اللي داروه هو المرشح الاول. الاداء اللي قدم هذا الموسم كان خرافي بزاف وكان تاريخي، وكاين ارقام كتشهد على هذا الشيء اللي غادي نذكروا بعض منها. حكيمي فاز مع باريس سان جيرمان بجميع الالقاب الممكنه تقريبا، دوري ابطال اوروبا، الدوري الفرنسي، كاس فرنسا وكاس السوبر، حصد مع باريس سان جيرمان الاخضر واليابس محليا وقاريا. وجميع هذه الالقاب اللي فاز بها اشرف حكيمي هي نفس الالقاب اللي فاز بها عثمان ديمبيلي واللي خلاته يكون المرشح الاول للفوز بالكره الذهبيه. نقدروا زعما نقولوا ان واخا فازوا بنفس الالقاب عثمان ديمبيلي فايتو بالاداء الفردي، ولكن لا، اشرف حكيمي قدم اداء فردي خيالي، افضل اداء ديال شي ظهير ايمن في التاريخ. هاد الهضره اللي كنقول راه ماشي نابعه عن العاطفه، هذه راه حقيقه. راه اشرف حكيمي حطم ارقام قياسيه ديال اظهره يمنى اللي كيتعتبروا الافضل في التاريخ، بحال لاني الفيش اللي تفوق عليه اشرف حكيمي باكثر ظهير ايمن ساهم باهداف في الموسم، زائد ان كون ما كانش حكيمي عمر عثمان ديمبيلي حلم يفوز بالكره الذهبيه، حيت جميع الاهداف اللي سجل عثمان ديمبيلي هذا العام كانوا جايين من اشرف حكيمي، سواء كان هو اللي كيعطيه الاسيست ديال البيت او لا كتبدا الهجمه من عند اشرف حكيمي، واشرف حكيمي كيدير كل شيء، كيبقى الفينيشي عند عثمان ديمبيلي، وديمبيلي براسو عارف هذه القضيه وبزاف ديال المرات كيشكر اشرف حكيمي في ستوريات بانستغرام، ناهيك على الاهداف اللي كيسجل في اغلب المباريات وكيفاش سجل في الربع والنصف والنهائي ديال دوري ابطال اوروبا. الناس اللي كيتبعوا الكره بعمق عارفين ان حكيمي ماشي ظهير ايمن عادي، بل هو من نوع اللاعبين اللي كيديروا الفرق بالسرعه الهجوميه اللي عنده والقوه البدنيه اللي حاضره عنده طيله الموسم وبدون اصابات، ويقدر الا كان الاداء ديالو في المباراه طوب يربح الفرقه، ولا كان الاداء ديالو في المباراه سيء الفرقه تخسر. حكيمي سجل 10 اهداف وصنع 19 لتمريره حاسمه، وهو رقم تاريخي لظهير ايمن، الرقم اللي حط مولداني الفيش كما قلت من قبل، باش يولي اشرف حكيمي اكثر لاعب صناعه للاهداف في موسم واحد من نهار صنعت كره اول مره في التاريخ. وحتى في الاحصائيات الدفاعيه كان قوي بنسبه عاليه في التدخلات الناجحه والتمركز ديالو الممتاز، وكان من بين اكثر اللاعبين اللي داروا سبرينت سريع في دوري ابطال اوروبا. وهذه الاحصائيات كتبين انه كان حاضر بدنيا بشكل كبير ومؤثر في الهجوم وفي الدفاع. لكن المفاجاه الكبيره هو كيفاش تراجع في ترتيب المرشحين للكره الذهبيه. الناس كانت كتظن انه غادي يكون من الخمس الاوائل على الاقل، ولكن فجاه لقينا لاعبين بحال محمد صلاح وبالمر فايتين اشرف حكيمي في الترتيب ديال المرشحين، رغم ان محمد صلاح مثلا فاز غير بلقب واحد فقط هو الدوري الانجليزي، وبالمر العام كامل وهو غايب تقريبا حتى النهائي ديال كاس العالم للانديه، وبزوجهم كانوا غايبين في اقوى بطوله في اوروبا دوري ابطال اوروبا، رغم انهم حتى هاد اللاعبين عندهم ارقام جيده ماشي ضعيفه. ولكن حكيمي قدم موسم متكامل من جميع النواحي، سواء فرديا او جماعيا او في الجانب البدني او التكتيكي. والغريب هو حتى داخل الفريق بان نوع من تفضيل اللاعبين على الاخر. تصريح اللي قالوا ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان قبل نهائي كاس العالم للانديه زاد طرح علامات استفهام كبيره. في ناصر الخليفي قال بالحرف الا ما عطاوش الكره الذهبيه لعثمان ديمبيلي هذا العام فراه كاينه شي حاجه تما، اي ان هذه الجائزه غير عادله. وهذا التصريح كان علني وقدام الصحافه وخلى بزاف ديال الناس يحسوا بلي ان النادي براسو ماشي مهتم باش يروج لحكيمي وكيحاول يدعم اسماء فرنسيه اكثر. محللين كبار فسروا ان هذا التصريح عنده تاثير سلبي كبير على حكيمي، وكانوا من بين الحوايج اللي خلاوه يتراجع من ترتيب المرشحين. وهذا التصريح هذا كان خطا كبير وفادح من ناصر الخليفي، حيت من اكثر المنافسين اللي كانوا عند عثمان ديمبيلي انذاك هو اشرف حكيمي. اللاعبين بزوج كيلعبوا عندك في نفس الفريق، فكيف يعقل انك تفضل لاعب
عن الاخر وهم بزوجهم كيلعبوا عندك في نفس الفريق. وبالنسبه لي هذا التصرف هذا كان مقصود من ناصر الخليفي، ولكن اشرف حكيمي حتى هو راه ما ساهلش ليه. اشرف حكيمي حتى هو راه انسان وعنده مشاعر، وغالبا ملي غادي يكون سمع التصريح حيكون ما عجبوش الحال. والرد ديال اشرف حكيمي على هذا التصريح كان في المباراه ديال النهائي، وعلى غير المعتاد اشرف حكيمي بان بطريقه ضعيفه في نهائي كاس العالم للانديه. كان كيلعب مكالمي بزاف وما كانش كيحاول يقوم بديك السبرينتات اللي كيدير باش يخترق الهجوم ديال الخصم، والاغلبيه ديال المرات كان كيرجع الكره للوراء. واكثر من هذا الشيء كامل خرج في الدقيقه اعتبروه المحللين مقصود من اشرف حكيمي، وهو انتقام من التصريح اللي قام به ناصر الخليفي. واشرف حكيمي من النوع ديال اللعابه اللي مديسيبلينين ولكن في نفس الوقت ما كيسمحوش وما كيسكتوش على حقهم، واي حاجه وقعت ليه برا التيران كيعبر عليها في وسط التيران بطريقه مباشره او غير مباشره. ومن غير النادي والرئيس ديالو حتى الاعلام دار خدمته في اقصاء اللاعب، وكان اقصاء بصمته بطريقه ما بيناش. صفحه 433 الشهيره اللي عندها ملايين ديال المتابعين كره القدم نشرت صورة فيها سؤال الجمهور: شكون اللاعب اللي كتشوفوه يستاهل الكرة الذهبية؟ وفي هذه الصورة حطات 6 ديال اللاعبين: ديمبيلي ولامين يامال ورافينيا اللي كانوا من الاول مرشحون، ولكن ضافت 3 ديال اللاعبين اخرين اللي تقريبا بانوا من العدم اللي هما محمد صلاح وبالمر وكيليان مبابي. انا ماشي كنقلل من المستوى ديال هاد اللاعبين، كيبقاو لاعبين كبار، ولكن راه ما كيتقارنش بداك الشيء اللي قدم اشرف حكيمي هاد العام. وكانت عدم وضع صورة لاشرف حكيمي في هذا المنشور مقصودة باش يقصيو اشرف حكيمي من ترشح للكرة الذهبية بكل صمت. الإعلام الأوروبي بطبعه كيميل تلميع لاعبين من الجنسيات الأوروبية والمهاجمين، وخصوصا اللي كيلعبوا في البريمير ليغ وعندهم حضور إعلامي كبير، بينما اللاعبين الأفارقة وشمال إفريقيا في المراكز الدفاعية كيهمشوهم بكل سهولة. وهنا كاين السؤال اللي ديما كيتسألوه الجماهير: واش هاد الجائزة فعلا كتعتمد على الأداء والأرقام ديال اللاعب ولا على ترويج الاسم والشهرة والضغط الإعلامي الخبيث اللي كتمارسه؟ لأن اللي دارو حكيمي هاد العام خاص يكون كافي باش يكون على الاقل من التوب 5. وراه الصوره الحقيقيه ديال هاد الجائزه عام على عام كتوضح. لاعبين كيقدموا كل شيء في الميدان، ولكن الاعلام كيقرر شكون يبان وشكون لا. ولا انا في ظن فينيسيوس جونيور في العام الماضي افضل مثال، وراه ما خرج كريستيانو رونالدو وكذب في المصداقيه ديال هاد الجائزه حتى عرفهم على حقيقتهم مزيان. ويا ما ظلموا لاعبين اللي كانوا مقدمين مواسم خارقه بحال غير العام اللي فات مع فينيسيوس جونيور، او كيف ما داروا مع فرانك ريبيري، والقائمه طويله. حنا ماشي كنحلموا كنقولوا ان اشرف حكيمي خاصو يفوز بالكره الذهبيه، ولكن بهذا الشيء اللي قدم هذا الموسم عيب وعار ما يتحطش في التوب 5. ويفضلوا عليه لاعبين اللي بانوا في مباراه واحده في الموسم كامل فقط حيت الشعر زعر. كتبوا لي الاراء ديالكم في التعاليق على هذا الموضوع. واش كتشوفوا ان اشرف حكيمي كيتظلم وكيتم التقليل من القيمه ديالو في الفريق الباريزي باش يتراجع في قائمه المترشحين؟ وتكلموا بكل واقعيه وبدون نظريه المؤامره. ما تنساش تصيفط الفيديو للصديق ديالك باش هو يشاركنا الراي ديالو، ونتلاقاو في مقطع قادم.